بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. فرحان جدا بان يكون معاكم في استعداد ميلاد رب المجد يسوع. وعايز اقول لكم انه برامون، كلمه البرامون الاستعداد، باليوم اللي قبل العيد بيخلينا نستعد. يقول لنا خدوا بالكم احنا داخلين على مناسبه مهمه، فالناس تروح تجيب لبس وناس تجيب البطاطس وتعمل الاكل وتجهز نفسها وتستعد علشان العيد. لا، هو الموضوع بس مش احتفاليه العيد، ده احتفاليه كمان روحيه. انا بستعد لاستقبال رب المجد. تقول لي ما احنا استقبلناه من زمان. هقول لك كل سنه نعيد على اذهاننا، تعالوا نفتكر احنا لسه مقعدينه في بيوتنا ولا مش موجود؟ هو على لساننا ولا مش موجود؟ هو في بيوتنا مع أزواجنا وأهالينا ولا مش موجود؟ افتكر دايما، هل القلب زي زمان لما كنت طفل صغير مزود، ولا بقى قصر وبقى فيه هندسة وبقى فيه فكر وبقى فيه عظمة وبقى فيه اعتماد على الزراع البشري وبقى فيه فلوس وبقى فيه حاجات تاني غيره هو؟ كلمة استعداد، كلمة برامون، ربنا يفكرنا والكنيسة تفكرنا كل سنة. تقول ها يا ولاد، السنة دي تستقبل رب المجد تاني؟ لو لفت الأيام ترجع وتستقبله تاني لازم تجاوب. لو لفت الأيام ورجعت تستقبله تاني في بيتك لازم نقول أمين. أيوة طبعا يا رب استقبلك في بيتي. طب أنت يا رب غلبان وطيب زي حالاتنا، تعمل إيه؟ يقول أستقبلكم زي ما استقبلتوني في مزود بقر. قل له يا رب قلبي مليان شوية لخبطة وشوية حاجات بسيطة. يقول لي وماله، أنا أقبلك، بس المهم أنت تقبلني. أنا بحبك زي ما أنت، بضعفك وخطيتك. افتقر وهو غني، عنده استعداد يدخل قلب كل واحد فينا رغم الخطية ورغم الضعف ورغم النجاسة ورغم قل له بس اتفضل يا رب، لأنه لم يجد مكانا في القصور في الأماكن الكبيرة، وجد مكان فين؟ مزود بقر. ليه مزود بقر؟ يقول الكائنات البسيطة تقبلني، حتى القلب اللي فيه شوية رواسب وشوية خطايا وشوية ضعفات يقبلني وأنا أسكن فيه رغم أن ضعفاتنا وخطايانا، لكن يقول أنا أدخل بيتك. وفي عندنا المجوس، دول ناس علماء وحكماء يشهدوا بميلاد المسيح. وعندنا الرعاة، ناس طيبين غلابة بيرعوا الخراف يظهر لهم المسيح. وعندنا الملائكة القديسين المسبحين، يعني عندي اللي بيدرس وعندي اللي بيخدم وعندي اللي بيسبح، الثلاثة يخدموا المسيح. نقول تاني، اللي بيذاكر ويدرس يمجد المسيح، اللي بيخدم زي الرعاة يخدم المسيح، وإن كنت زي الملائكة تسبح. الطريقة اللي تخدم بيها اخدم، الطريقة اللي تستقبله بيها استقبل. تحضر قداس وتصلي زي الملائكة تسبح، زي الرعاة تخدم، تنزل إخوة رب وتنزل مرضى وتدي افتقاد وتعمل كذا وتساعد مراتك وتساعد المريض وتساعد اخدم. بتدرس وتعلم وتكرز وتبقى لاهوتي وشاطر مدارس أحد، اخدم. يبقى طريقة إعلاننا عن ميلاد رب المجد 3 طرق، يا إما بالكرازة يا إما بالخدمة يا إما بالصلاة والتسبيح. مين فيكم شاطر السنة دي يقول أنا الحتة الأولانية دي بتاعت المجوس دي حلوة قوي، أنا هقعد أقرأ كتب وذاكر وأعلم ولادي. واحد تاني يقول لا أنا ما بعرفش، أنا مش خادم مدارس أحد، بس أنا ممكن أكون أفتقد ناس وزور ناس. السنة دي تبقى سنة بركة. السنة دي أنا هخدم ناس كتير. السنة دي أنا هدور على ناس ما كانتش بتيجي الكنيسة وهجيبها. أنا فرحان بروحي وباجي بس الكنيسة كده، ده أنا عايز أجيب الناس. أنا باجي بطولي القداس، جاي بطولك كده، مش جايب حد معاك، ما جبتش المدام فلان أو الأستاذ فلان أو الأستاذ فلان، إيه جاي بطولك؟ ربنا يقول لك حب قريبك كنفسك. مش حب نفسك وتتوبها وتجيبها كنيسة؟ طب يا أخويا ما تحب قريبك كنفسك وتجيب أخوك وتجيب قريبك اللي هو بره الكنيسة وتجيبه. تعالوا خلوا السنة دي سنة بركة، السنة دي سنة بركة. كل واحد فينا يقول لصاحبه تشدد، كل واحد يدور على أخوه يقول له تعالى، ونجيبه لأبونا يعترف،
ونجيبه للخادم يخليه يقعد معاه. ابني في المدرسة مش عارف يبقى كويس، أجري على المس وأجري على الأستاذ. ابني في إعدادي عايز حد يخدمني، عايز حد يساعدني. تعالوا نستقبل رب المجد. كل سنة يقول فاتت السنة اللي فاتت واليوم السنة باظت، يلا نبدأ تاني من جديد. قلبك مزود، هو قابل، هو طيب وبسيط وقابل يدخل قلبك، بس قول له اتفضل يا رب. الناس اللي عندها بيوت كبيرة ما قبلوهوش، قبلوا مزود البقر، يلا نقبله. طيب نعلن تسبيحه ازاي، ونعلن مجده ازاي، ونعلن حبنا ليه ازاي؟ 3 حاجات. 3 حاجات، اما بالدراسة والقراية والتعليم، خدمة والرعاية، التسبيح. وال3 بيمجدوا كل واحد بطريقتهم، بإعلان كل واحد فيهم ربنا يرعاكم، يديكم نعمة وبركة. أرجوكم فكروا في الكلام ده، تعالوا نروح نفكر فيه. خليه برامون، خليه استعداد لميلاد رب المجد، عشان لما نيجي نصلي القداس نقول له يا رب ادخل قلبي، ادخل قلبي، رغم انه مزود بقر، ادخل قلبي. اصل انت لما هتدخل هتخلي المزود ده اللي كان فيه قاذورات يبقى كنيسة فيه تعليم وفيه خدمة وفيه تسبيح. ربنا يحفظكم ويديكم نعمة وبركة. كل سنة وآباء الكنيسة ومجلس الكنيسة وشمامستها بكل الخير وشعبها. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.